أصحاب الأعراف. قال أهل العلم: أصحاب الأعراف هم رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أو ممكن يكون عنده سيئات أكتر من الحسنات، بس الحسنات بتتضاعف، فتضاعف الحسنات ديت ساوى السيئات، لأن عارفين إن السيئة لا يجزى إلا إيه؟ إلا مثلها. هتسمع كلام عجيب عن أصحاب الأعراف دول، اسمع بعد ما تصلي على النبي. وبينهما حجاب. طبعا الأعراف دوت أي مأخوذ من العلو. شفت اللي بقول لك عرف الديك حاجة كده عالية، ده في التفاسير عرف الديك أو عرف الشجرة. الأعراف ده مكان عالي، على يمينك الجنة وعلى شمالك النار، وانت واقف فوق سطوح كده قاعد عمال تبص، شايف أهل الجنة وشايف أهل النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. عارف أصحاب الجنة وعارف أصحاب النار. ليه؟ ما هم كانوا معاه في الحساب والميزان، وكانوا معاه في الصراط، وكانوا معاه على القنطرة من شوية، فهو حافظ أشكالهم، فعرف مين دخل الجنة وعرف مين دخل النار. يعرفون كلا بسيماهم. السيماه بتاعهم أهل الجنة وجوههم بيضاء، وأهل النار وجوههم مسودة، يوم تبيض وجوه وتسود. احنا نتعرف كده يوم القيامة، يا إما أبيض يا إما يسود على طول. يعرفون كلا بسيماهم. يقول لك إيه بقى عن أصحاب الأعراف؟ ونادوا أصحاب الجنة. العجيب في الموضوع إن أصحاب الأعراف هم أصلا حسناتهم زي سيئاتهم، يعني ولا هم عارفين ولا جنة ولا نار، فهم دول أصعب الناس. العلماء يقولوا لك دول أشقى الناس. عارف ليه؟ اللي سيئاته تغلب عارف نفسه في النار فمرتاح ومش شاغل باله، واللي حسناته غلبت عارف نفسه في الجنة. إنما أصعب فئة معذبة دايما الفئة المتوسطة. ليه؟ خايف من النار فمش عاوز يروح لها، ونفسه يدخل الجنة بس مش طايلها. نفس الفئة المتوسطة عنده شوية فلوس بس هو داء الفقر فخايف يرجع له، وعينه دايما على اللامبورجيني وعلى البي ام دبليو وعلى معرفش ايه وعلى الفيلا فمش طايلها، فدايما تلاقيه معذب. الفئة المتوسطة دي، فتخيل هو مش مشغول بحاله وبيبص على أهل الجنة فرحان ليهم. فرحان لأهل الجنة، سلام عليكم. بيقول أهل الجنة سلام عليكم، فرحانين لأهل الجنة، لأن من صفات أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. آيتين 3 قبل الآية دي في سورة الأعراف. فالعلماء يقولوا لك ربنا يدخلهم الجنة بسبب حبهم وفرحهم لأهل الجنة، مصداقا لقول ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال لك علشان قلوبهم نظيفة وفرحانين لأهل الجنة دول فيدخلوا الجنة. ده رأي من آراء أهل العلم. رأي تاني يقول لك إيه؟ أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من لا إله إلا الله. فمن باب أولى الناس دول معهم حسنات فيدخلوا فين؟ فيدخلوا الجنة. وأصحاب الأعراف برضو يدعوا ربنا يوم القيامة: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ليه الظالمين بقى يا عم الشيخ؟ ما هو انت لو تفتكر قبل مشهد الأعراف كان مشهد ايه؟ القنطرة، وقلنا القنطرة دي منصوبة لمين؟ للظالمين. فهم عرفوا ان اللي دخلوا النار ظالمين، فبيدعوا ربنا لا تجعل مصيرنا مع القوم الظالمين. فربنا يرحمهم علشان سلموا على أهل الجنة ووبخوا أهل النار،
فيدخلوا الجنة برحمة الله. شوف ربنا يقول لك ايه؟ لم يدخلوها وهم يطمعون. هم مش يخشوها بس طمعانين فيها. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يدخلهم الجنة برحمته، وممكن يدخلهم الجنة بشفاعة سيدنا النبي، وممكن يدخلهم الجنة بسبب حبهم لأهل الجنة، وممكن يدخلهم الجنة بسبب ان في ناس تانيين هيخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. فمن باب أولى ان دول ايه؟ يدخلوا الجنة. المشهد من أصحاب الأعراف دول يا كرام، ان دول ده واحد حيران قاعد مستني النتيجة، نجح ولا ساقط، ايه جنة ولا نار، هعمل ايه؟ ما انتش عارف. رعب يا جماعة، رعب. استشهد معاه المواقف. فانت حسناتك وصلت لفين؟ هتوصل مع أصحاب الأعراف ولا هتبقى من الناس اللي بترد المظالم وتتخذ منها كل حاجة يوم القيامة؟ ولا اقف مع نفسك وقفة كده علشان تبقى من أهل الجنة. دي فعلا حسرة القلب الحقيقية، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ده أنا سمعت خطبة الشيخ أحمد وطلعنا شكرنا فيها بره. يا عم بعد ما شكرت في الخطبة عملت إيه لنفسك؟ عملت إيه لنفسك؟ أعوذ بالله أن أكون جسرا يعبر من علي الناس وأنا أهوي في نار جهنم. وبعدين وإن كنت لمن الساخرين، كنت بسخر من المشايخ وبسخر من الناس اللي بتصلي، وكنت بسخر من الناس اللي بتتصدق، كنت بسخر من الناس اللي بتروح تحج بيت ربنا. بتسخر منهم؟ هناك هتعمل كده. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو لو ربنا بس يرجعني تاني والله لاتقي ربنا. بس هتعمل إيه وقتها؟ مفيش، كلا. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة مرة تانية بس أعيد بس الحياة تاني، أعيد 20 30 40 سنة اللي أنا عشتهم في الدنيا فأكون من المحسنين. فلوس إيه اللي نفعتني بقى على القنطرة، ولا نفعتنا على الصراط، ولا نفعتنا على أصحاب الأعراف؟ لكنت من المحسنين. يا جماعة توبوا لربنا وارجعوا لربنا واعملوا للمشاهد دي يوم القيامة. أخشى عليكم مثل ما أخشى على نفسي، والله يشهد على ما أقول. فمشهد أصحاب الأعراف ده مشهد مخيف. لمنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولمنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولمنهم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، ولمنهم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ولمنهم يعني عارفين طايلين لا سما ولا طايلين أرض، معلقين حسنات زي السيئات. مصيرهم فين يا مولانا؟ في الآخر مصيرهم عند ربنا. حتى بعد ما قلت لي ممكن يدخلوا برحمة ربنا، وممكن يدخلوا بشفاعة سيدنا النبي، وممكن يدخلوا، هقول لك الأمر ألا له الخلق والأمر. فلا تحقرن من أي معروف شيء، اعمل أي حاجة تقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا من أهوال يوم القيامة. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا في غزة، يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا في غزة.